ليه كل من هب ودب بيشتغل في مجال التسويق العقاري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد إبراهيم، قناة أنا وسيط تعليم التسويق العقاري ودعم دبلومة أنا وسيط تعليم التسويق العقاري. ببساطة شديدة اللي بيخلي كل من هب ودب وأي حد يشتغل في مجال التسويق العقاري وتوصل لحارس العقار ذات نفسه أو المكوجي أو الميكانيكي أو أي حد هو عوامل كتير، لكن أهم عاملين فيهم هو رقم واحد إن شغلانة العقارات أو شغل التسويق العقاري هو شغلانه العائد اللي بيجي منها بيكون ما بينه وما بين العائد التاني فاصل زمني كبير. الفاصل الزمني ده وان انت تحقق اول شغلانه ده انت ممكن بتاخد وقت او فاصل زمني. لو انت ما عندكش مصاريفك الاساسيه او ما عندكش مرتب ثابت من مصدر تاني انت هتستسلم وتبطل على طول على طول. فبالتالي بتبص تلاقي ان البواب مثلا عنده مرتب وعنده مكان او اوضه عايش فيها وبيعمل مشوار هنا، بيمسح عربيه هنا، فبيبقى عنده دخل، وفي نفس الوقت بيتكلم بطبيعه الاحوال مع صاحب الشقه دي، مع صاحب الشقه دي فبيقول وصاحب الشقه يقول له ايه، انا في حد هيجي يتفرج على الشقه خلي معاك المفتاح. فده اول واحد اهو يدخل في المجال، لكنه لو دخل فيه بس عقارات فقط غالبا هيفشل. عشان تبقوا عارفين غالبا هيفشل، والنماذج الناجحه فيها قليله جدا جدا جدا. طيب كذلك اي حد عنده شغلانه ثانيه هو عنده دخل اساسي، فبالتالي بياخد العقارات كمصدر دخل ثانوي لانه ما يعرفش فيها ومش فاهم فيها، وفي نفس الوقت هو عنده الحاجه اللي هي ايه، تاكله عيش. فدي جت ما جاتش. فبالتالي احنا علشان كده عاملين دبلومه انا وسيط لتعليم التسويق العقاري، علشان انت تعرف الاساسيات والفرعيات التفاصيل في الشغل، وفي نفس الوقت تعرفها من الالف للياء، وتحترف كمان مجال التسويق العقاري في اقرب فرصه مع تنفيذ الحاجات اللي انت بتتعلمها. وده بيكون عن طريق ان انت تنزل في شركه تسويق عقاري، ولو مش هتنزل في شركه تسويق عقاري هتعرف تشتغل لوحدك كويس جدا. ولو انت مش عايز تنزل في شركه تسويق عقاري يبقى يوم كامل او مش هتشتغل فول داي عقارات، او في نفس الوقت مش حابب ان انت تشتغل فيها لوحدك وتخاطر وعايز تكون عندك اي شغل ممكن انت تشتغل بشكل جانبي، مفيش مشكله. برضو احنا بنعرفك ازاي ان انت ممكن تعمل جزئيه او جزئيتين او خطوه او خطوتين بس بتعملهم بكفاءه اعلى، فبالتالي تقدر ان انت تلاقي نتيجه، غير ان انت تكون مش عارف انت تعمل ايه ولا عارف تشتغل في ايه ولا عارف ازاي تسعر ولا عارف تبيع. فبالتالي مش هتحقق نتائج، وهتقول ايه يا عم محدش بيبيع ولا بيشتري، ده العقارات واقعه، ده مفيش بيع ومفيش شراء. هو انت عندك مفيش بيع كويس، انما بالنسبه للعقارات زي اي مجال تاني ممكن تواجه صعوبات لكن في الاخر بتتخطاها. ولو انت عايز تتعلم العقارات صح كلمنا وتواصل معانا. كان معكم احمد ابراهيم، قناه انا وسيط تعليم التسويق العقاري. مستنيين تعليقاتكم الايجابيه لو انتم استفدتوا من الفيديو ده او عجبكم الفيديو ده. شكرا.